أهلا بكم من أمريكا مع أيمن. سنة 1620 وبالتحديد في الخميس الرابع من شهر نوفمبر كان أول اجتماع ما بين سكان أمريكا الأصليين اللي بيسموهم النيتيف أمريكانز، أو زي ما بيطلقوا عليهم في أفلام الكاوبوي الهنود الحمر، مع المستعمرين الجدد أو المستوطنين الجدد اللي جم من قارة أوروبا وتحديدا من إنجلترا علشان يستكشفوا البلاد الجديدة. والاجتماع ده كانت من خلاله هي بداية أول احتفال لعيد الشكر يمر على أمريكا. الحقيقة كتير مننا عايش في أمريكا أو حتى اللي عايش بره أمريكا بيشوف اهتمام الناس بقد إيه مناسبة عيد الشكر أو الثانكس جيفن، بس مش كل الناس عندها المعلومات الكافية اللي تعرف ليه الناس بتحتفل بالعيد ده وليه بيتم عمل الديك الرومي أو التركي في اليوم ده. كتير مننا بنشوفه، حتى اللي مش عايش جوه امريكا بيشوفه في الافلام. الحقيقه انا دورت كتير في الموضوع ده عشان اعرف بالظبط المصادر التاريخيه. وكان في قصص كتيره، لكن اكتر قصه تم نقلها وهي دي الاقرب للحقيقه من خلال المؤرخين اللي عاشوا او اللي عاشوا في القصه دي سنه 1600، ما بين سنه 1620 ل 1621. اللي حصل ان لما جم المكتشفين الجدد او المستعمرين الجدد للارض الامريكيه، كانوا الناس الاول النيتيف امريكانز مش متقبلين فكره وجودهم معاهم. فحصل الاول شويه اختلافات بينهم وبين بعض، ولكن بعد كده قعدوا مع بعض وقالوا طب احنا ليه ما نستفدش كلنا من بعض؟ يعني كان السكان الاصليين اللي هم النيتيف امريكانز كانوا شاطرين جدا في الزراعه، ولكن كانوا شويه عندهم تاخر في الناحيه العلميه. كانت الموضوع ده موجود في الناس اللي جايين من اوروبا، فحصل بدأ يحصل الميكس ده وبدأ يقعدوا مع بعض. ولما قعدوا مع بعض زي ما قلت لحضراتكم كانت في الخميس الرابع من شهر نوفمبر. وفي الوقت ده فكروا عايزين يعملوا الوليمة دي أو يعملوا الميتنج ده. فقال واحد من القواد او القاده يعني في الفريق الامريكي، قال الاربعه من اللي موجودين معاه من الجنود، قال احنا عايزين نجهز حاجه ان هم ممكن نشاركهم بيها الاكل. طب هنعمل ايه؟ قال لهم اذهبوا للصيد ودوروا لنا على حاجه ممكن ناكلها. في الوقت ده كانت في المنطقه دي منتشر جدا الطيور التركي او طيور الديك الرومي، وكانت موجوده في الوقت ده. وعملوا اصطادوا كام واحد منهم كده وجهزوهم وعملوا الوليمه بتاعتهم دي مع بعض. وطبعا الجنب التاني او الجانب النيتيف امريكانز برضو حطوا بعض من البطاطا او اللي هي البطاطس، حطوها مع الاكل وعملوا ساعتها الاكله دي. الحقيقه من ساعتها وبدا التقليد ده يبقى موجود في امريكا. هم بداوا الميتنج بتاعهم او الاجتماع بتاعهم بالشكر، ان هم بيشكروا ربنا على الارض الجديده وبيشكروا ربنا على ان بيحصل فيه تفاهم ما بين الطرفين. ومن ساعتها وبدأ عيد الشكر ده يبقى عيد وطني بيحتفل بيه جميع الطوائف اللي عايشين جوه امريكا كل سنه في اليوم الرابع في اليوم الخميس الرابع من شهر نوفمبر من كل سنه. الحقيقه يعني بقت مظهر من المظاهر اللي بتخلي الناس تجتمع مع بعض. العائلات بتبقى حريصه جدا انها تتجمع في اليوم ده يقدموا الشكر لربنا على الحاجات الحلوه اللي كلنا ربنا مخلقنا في نعمه فيها. ومن اهم المظاهر بتاعتها اللي احنا زي ما بنشوف التركي او الديك الرومي بيتحط على الترابيزه، وده بيبقى البطل. لكن في حاجات تانية الامريكيين هنا وبالذات الناس القديمه حريصه ان هي تقدمها على السفره بتاعه الثانكس جيفن، زي مثلا البامبكن باي او اللي هي الفطيره بتاعه القرع العسلي، وكمان البطاطس المهروسه وحبوب الذره وحاجات كتير قوي. حقيقه بيبقى جو جميل جدا، وبيبقى اجازه رسميه في كل امريكا. كل المصالح والمؤسسات بتقفل في اليوم ده، وبيعقبوا تاني يوم على طول البلاك فرايداي. اتمنى يكون الفيديو ده عجبكم وتستمتعوا بالثانكس جيفن، وهابي ثانكس جيفن لكل الناس اللي بتتفرج على الفيديو بتاعنا. واللي لسه ما اشتركوش في القناه بفكرهم يا ريت ما تنساش دوس على علامه سبسكرايب وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده اللي بنتكلم فيها عن الحياه في امريكا. ولو انت بتتفرج علينا على صفحتنا على فيسبوك ما تنساش تعمل لنا فولو لصفحتنا من امريكا مع ايمن، وتدعم الفيديو بلايك علشان يوصلك
كل الفيديوهات الجديدة. بحب أفكر حضراتكم كمان بمناسبة الأعياد، في لينكات هتلاقوها تحت الفيديو هتساعدكم، ممكن تاخدوا منها أسهم مجانية للناس اللي عايزة تستثمر في البورصة. بشكركم جدا جدا جدا، وهابي ثانكس جيفن everyone. كان معكم أيمن من أمريكا.